وحنا كنشرحوا الرؤية ديالنا في قضايا دنيوية إلى جانب القضايا الدينية. يقدر يبان هادشي اللي كنقولوا بحال شي برنامج حزبي أو حملة انتخابية فيها وعود اللي ممكن تحقق أو ما تحققش، ولكن الهدف هو الناس اللي اختارت صف الجماعة يكونوا على بينة من أمرهم، ويعرفوا بأنهم ما غاديش يرجعوا يركبوا على الجمال أو يسقيو الماء في البيار. أما الناس اللي اختاروا يوقفوا ضد المسلمين فلازم يعرفوا أنهم هما اللي غاديين يكونوا خاسرين في نهاية المطاف بدون شك. للأسف جينا في واحد الوقت صعيب اللي الناس اصطدموا فيه بعدة تجارب ماشي مزيانة من طرف المتصدرين للحقل السياسي والديني باسم الإسلام. فلقينا راسنا ضحية ديال واحد الربط نمطي، على سبيل المثال ما بين الخلافة اللي ذكرت في الأحاديث النبوية وبين تنظيم داعش الجهمي الغادر، أو كيتهموا الإسلام من خلال تجارب سياسية معينة ديال أحزاب حاملة للفكر الإخواني. وهذا الشيء ماشي صحيح، حتى شي تجربة في هذا العصر أو هذه قرون ما كتشبه الشيء اللي كندعيو ليه حنا جماعة المسلمين. واش شي حد منكم سمع بأن نساء وأبناء المسلمين في المدينة المنورة تهدمت ديورهم وتخربت مدنهم، يكون صرهم الله في جميع المعارك ومعركة أحد اللي خسروها كانت سبب الذنوب لا غير، وماتوا فيها فقط الجنود اللي كانوا في أرض المعركة. أما النساء والصبيان والمساكين كانت محفوظة ومحصنة وما وصلوا ليهاش الأعداء بفضل من الله. وحتى في يوم الأحزاب مني جاو جموع من الكفار باش يجتاحوا المدينة، تحصنوا المسلمين بالخندق وانتظروا الفرج من عند الله حتى جات الريح اللي طردت المشركين ونجات المؤمنين. أو سمعتوا شي رسول أو خليفة جا للحكومة وقام بدعم الزوايا الصوفية والأضرحة الشركية وأباح المحرمات وحكم بالقانون الوضعي؟ هادشي كامل ما كاينش بطبيعة الحال. فلهذا الفهم الصحيح لنصوص الكتاب والسنة ومنهجية الإسلام في بعدها الاستراتيجي هما الضامن باش ما تكررش هذيك التجارب الفاشلة والغير محسوبة العواقب، بل المنحرفة عن دعوة التوحيد والمرسلين. واللي خصنا نفهمو مزيان، الإسلام ماشي مجرد حل للمشاكل الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية. الإسلام هو الدين الحق اللي خصنا نآمنوا به ونقدموا التضحيات من أجله. المثل اللي تيقول الإنسان يموت على بلادو وعلى ولادو مثال خاطئ. فين هو الدين؟ الدين أهم من كل شيء وأحق بالتضحية. شكون اللي يعطيك البلاد والولاد إذا ما كانش الله هو اللي يعطاهم ليك؟ الإسلام ماشي مجرد وسيلة باش نوصلوا للرغبات والآمال ديالنا في الحياة الدنيا ونحققوا التقدم الحضاري والعمران، وإنما الأعمال بالنيات. لازم تكون النية ديالنا الخضوع لإرادة الله والأعمال خالصة لوجه الله. أما التقدم والحضارة فهذه أشياء وعد بها الله تعالى عباد الصالحين، وكتجي بطريقة أوتوماتيكية إذا كانوا راضين ومؤمنين وقانعين. والسلام عليكم.